لو ما تعرفش مين هو سفاح المحيط كمل معاي. لو قلت لك ايه هي اكبر الكائنات البحرية واكبر الكائنات في العموم هتقول لي الحوت الازرق طبعا. طيب لو قلت لك ايه اشرس مخلوق بحري، هنا بقى هتبدأ تنوع، يعني انت هتقول القرش، هو هيقول تعبان البحر، وانا هقول لكم انتوا الاتنين غلط. اشرس كائن بحري هو الكيوت ده اصلا، فما تحكمش على الشكل بعد كده، ها تمام. ده حوت اورك، هو اسمه كده بس هو مش حوت، لا هو دولفين كبير شوية، شكله حلو وبيخدع الناس كلها، ودماغه سم عبقري بمعنى الكلمة. بيصيد بطرق مختلفة وكل مرة يطور من طرق الصيد بتاعته، وبياكل كل حاجة في المحيط حرفيا، أسماك تمام، فقم تمام، قروش تمام ما يضرش. وفي سنة 2002 فريق بحث عالم البحار رصد صيد حيتان، اللي حيتان الأوركا دي، لحوت ازرق ضخم طوله كام 18 متر وربع تقريبا. والحوت الازرق عشان تبقى عارف ده اضخم مخلوق على الارض اصلا. الحوت الازرق في النص وحواليه 30 اوركا، وطريقة الصيد كانت انهم بيراقبوا الحوت الازرق بشكل دائري ويلفوا حواليه، وبدأوا يقفلوا عليه من كل الاتجاهات، وفي 4 ساعات بس الحوت الأزرق كان متقطع حتت. ناس بتقول عليه سفاح المحيط أو ثعلب المحيط علشان مكره في الصيد. في الطبيعي الأوركا مش بيهاجم البشر، لكن تحت ظروف معينة بيعمل كده عادي. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.